انفردت قناة الحرة بتصوير إطلاق سراح نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح ليلة أمس الاثنين. صالح أشاد بالإعلام العراقي النزيه والشريف حسب تعبيره، والذي ساهم في إطلاق سراحه بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه بتهم تتعلق بالفساد في مزاد بيع العملات وسوء استغلال المال العام. صالح وصف تجربة اعتقاله إنها ركن من أركان الحياة، مستذكرا رئيس الوزراء العراقي فاضل الجمالي بعد ثورة 58 وهو معتقل بالسجن رغم كونه رمزا من رموز العراق، مضيفا أن العراق سيبقى أقوى من الجميع. فلنتابع. يعني العراق به رموز، يعني وأنا أحد الناس اللي أشكل أس في هذه الخيمة من الرموز. يعني بالتأكيد يعني هناك تفاعل داخل هذه الخيمة أنتجت هذا الإعلام الإيجابي والشريف والنزيه. هاي الحياة هي أركانها هكذا. يعني ابتدأ قصة يوسف وانتهي سنة 58 من صارت الثورة مال 58. أتذكر فاضل الجمالي رئيس وزراء العراق وأنا طفل ذاك الوقت، من شخصية رائعة داخل السجن لابس دجاجة وقاعد بالقاع وقدامه طاسة. فهي هاي الحياة هكذا، يعني أركانها دول. العراق أقوى شيء، لا شيء فوق العراق إن شاء الله.